صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. ده كان اول فيديو ليا اللي فات، وده تاني فيديو ليا. انا قناة بيت الهنا، وبقدم لكم روتينات، بقدم لكم كل حاجة بتبقى موجودة في بيوتنا انا عادي بعملها. هنعمل مع بعض البيت، ونعمل مع بعض اكل وطبخ، وهنشوف مع بعض وتنظيف، وكل حاجة هنعملها مع بعض يا حبايب قلبي. انا دلوقتي عملت نسكافيه والحمد لله شربته، بس ما صورتش قوي معاكم يعني اللقطة دي. دلوقتي دخلت على المواعين. قلت ابتدي، عندي حبة مواعين قلت اعملهم معاكم. وانتوا عاملين ايه؟ وحشني والله. انا نفسي ابقى اكون صديقة ليكم، وان انا افيدكم، وان انا اعمل معاكم روتينات تعجبكم وتنول رضاكم. انا دلوقتي بصب المواعين، هغسل المواعين معاكم، وهنعمل مع بعض حاجات كتير. اتمنى ان انتوا تدعموني يا حبايب قلبي. وانا اول ما بصحى من النوم، طبعا الواحد اول ما بيصحى من النوم بيصلي، بيشوف بقى يبتدي يومه بايه. ان كان هيشرب حاجة، هيفطر، نغير ريقنا باي حاجة موجودة في البيت. وبعد كده بنخش المطبخ بتاعنا. اهم حاجة حبايب قلبي في البيت بجد، هي اللي يعني ما بتبقى نظيفة تحس ان البيت كله نظيف، المطبخ. فاول ما نبتدي بالمطبخ، نخش على المطبخ. في شوية مواعين نعملهم، نصبن البوتاجاز، نلمع الرخامات، لو عايزين نمسح الارض برضو نمسحها، الارضية. ونبتدي مع بعض يا حبايب قلبي. ادينا صبنا المواعين اهو مع بعض. انا طبعا يعني ما عملتش معاكم الفيديو بصوتي، انا صورت الفيديو وبعدين ركبت الصوت عليه. سامحوني، يعني انا اول مرة بقى قدام الكاميرا وكده. ربنا يا رب اكون يعني عند حسن ظنكم كده، وابقى كويسة وتعجبكم روتيناتي وكل حاجة بعملها ليكم حبايب قلبي. بس فكده بنصب المواعين، قربنا نخلص كده اهوت. وبعد كده حبايب قلبي هنعمل معاكم برضو البوتاجاز، هننضف ارضية المطبخ. وبعد كده هنعمل معاكم غدا كده صعيدي كده، شوية بسلة، شوية ملوخية ناشفة، رز بشعرية، فرخة مسلوقة. انا عاملها معاكم قدامكم، وبعد كده هقدم لكم الاكل، وشكل الاكل بعد ما خلص هنقدمه مع بعض. فحبايب قلبي انا معلش يعني متوترة والله. انا نفسي اكون صديقة ليكم، ونفسي ان انتوا تحبوني وتحبوا الروتينات بتاعتي، وتحبوا انكم تشوفوني، تعملوا لي لايكات، تعملوا لي تعليق، كومنت كويس منكم. وربنا يا رب يجعلها فتحة خير يا رب. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل البوتاجاز. احنا خلصنا المواعين، هنبتدي بقى نعمل ايه؟ البوتاجاز. فالبوتاجاز انا يعني بعمله عادي بصابون بريل عادي من اللي انا بستعمله بتاع المواعين، مع حتة سلكة كده صغيرة، وتبتدي بتلمعي البوتاجاز. انا مش بحب احط كلور او كده، عشان برضو البوتاجاز مثلا ما يتأثرش وكده. اما حبة صابون وحتة سلكة بتخلي البوتاجاز زي الفل. بس الحوامل بتاعة البوتاجاز انا بنقعها في كلور، وبنقعها في حبة صابو كده، حبة رابسو، حبة اريال بس. وعلى طول ما تنقعهاش وتسيبيها كتير عشان ما تبص منك. انتي بس بتدعكيها كده وهتبقى زي الفل. بس انا مش هكدب عليكم، انا الحوامل بتاعتي بقالها كتير عندي، فانا كنت بعملها اول باول. فجيت فترة كده صراحة تركتها، فهي ايه شوية يعني عايزة نظافة جديدة شوية، او ان انا ممكن اغيرها ان شاء الله قدام كده، هبقى اغيرها ان شاء الله. بس بتمسحي البوتاجاز كويس، وتمسحي حوالين البوتاجاز. وبعد كده بقى بدعك الرخامات، وبعد كده بقى ايه بعمل الارضية. فكل ده هتشوفوه دلوقتي معايا حبايب قلبي. رمضان كريم عليكم ان شاء الله، يا رب يجعله رمضان مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها وعلى حبايبنا.
وعليكم يا رب، اللهم امين. بقى في تنظيفات طبعا هتيجي، هنعمل تنظيفات مع بعض، هنعمل تخزين مع بعض، هنعمل حاجات كتير حلوة كده مع بعض، يا رب تعجبكم. بس فهنا خلاص انا خلصت البوتاجاز، بحط الحوامل وهنبتدي بقى ايه بعديها نعمل ايه الرخامات. حبايب قلبي، انا نفسي ان انتوا تساعدوني، يعني تدعموني وتدعموا القناة باللايكات بتاعتكم الحلوة وتعليقاتكم الحلوة. وبعدين الواحد بيبدأ واحدة واحدة، يعني انا الموضوع لسه جديد عليا وكده، فممكن تلاقوا حاجة ان انتوا ما تعجبوكوش او كده. ارجو ان انتوا يعني ايه تشجعوني. بس فانا بعمل الرخامة دلوقتي. وعايزة اقول لكم يا حبايب قلبي ان رمضان مش معنى ان رمضان داخل علينا ان احنا بقى عايزين نخزن وعايزين بقى نعمل ونعمل ونعمل. لا، رمضان هو شهر كريم، ورمضان كله خير وكله بركة، وكل حاجة فيه بتبقى موجودة، مفيش حاجة بتبقاش موجودة. فمش ضروري ان احنا نعمل على نفسنا حمل ان احنا لازم بقى نخزن لرمضان لحوم بقى وفراخ وخضار وحاجات كتير. لا، احنا بنخزن الحاجات اللي هي تسهل علينا اليوم بتاع رمضان. يعني مثلا نخزن طماطم، نخزن شوية خضار، نخزن يعني حاجات بسيطة مش كميات، لان الحاجات اصلا اوريدي هي موجودة في السوق. فاحنا ليه نتعب نفسنا ونكدس على نفسنا وعلى ميزانيتنا؟ لا، احنا نعمل الحاجات اللي هي هتساعدنا في اليوم بتاعنا في رمضان، هتسهل علينا الدنيا. ممكن شوية بصل برضو تفرزيهم، ممكن شوية جزر، فلفل مثلا تقطعيه برضو وتفرزيه. ماشي. لحوم برضو مش يعني تحملي على بيتك وعلى جوزك وعلى نفسك حمل كبير ان انت لازم بقى، انت شايفة اليوتيوبر كلهم بيخزنوا كميات كبيرة وكتير قوي 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 بصراحة. لا، احنا نخفف على نفسنا، وكل واحد وقدرته، كل واحد وعلى ربنا ما هو يعني كرمه ورزقه. ما تحمليش على نفسك يا حبيبتي اكتر من طاقتك. الحاجة موجودة في السوق، حتى لو ما قدرتيش تخزني عادي، انزلي وهاتي حاجتك باليوم، اعمليها، هاتي حاجتك بالاسبوع. انا عن نفسي بعمل حاجتي بالاسبوع. بس حبايب قلبي، فاحنا دلوقتي عملنا ايه؟ معلش انا حطيت دلوقتي ايه، بدأت بقى في الخضار الطبيخ. حطيت حلة على النار لسلق الفراخ، هحط لها هي طماطمية وبصلايه وفصين توم، وهحط ماجي. لو انتي بتحبي ماجي حطي، لو ما بتحبوش خلاص ما تحطوش عادي. الفرخه اهي غسلتها كويس جدا وكنت نقعاها وشطفتها واديني بسقطها في الحله. وعندي برضو فلفل وكمون، شويه كزبره، توابل اللي عندك الفراخ حطيها، كل اللي انتي بتحبيه للفراخ حطيه. ويا سلام بقى لو قرن فلفل اللي هو الحامي، قرن الفلفل الحامي تحطيه سليم، بيدي للشوربة طعم تاني خالص. وجزرتين، احلى حاجة للشوربة الجزر، فعلا فعلا بتديها طعم جميل جدا. بس انا صراحة ما حطيتش جزر، نسيت. بس فدلوقتي بحط اهو التوابل، وهنبتدي بقى احط معلقتين سمنة علشان خاطر اعمل الصلصة البسلة. هنعمل مع بعض بسلة، وهنخرط البصلاية، انا كنت مخرطاها. ماشي يا حبايب قلبي. وهنعمل برضو شوية ملوخية ناشفة، بس طبعا لما الفرخة تتسلق والشوربة تبقى مظبوطة هزود الحلة شوربة وهسقط عليها الملوخية. دي البصلة بنحمرها كويس، وممكن انتي تحطي عليها فصين توم لو مش عايزة تعملي طشة، بس انا كده كده هعمل ملوخية ناشفة فلازم الطشة. ودي برضو حلة للرز، انا حطيت معلقتين سمنة. هحمر الشعرية، هنعمل رز بشعرية. دي الفراخ بتغلي قدام حضراتكم حبايبي، ودي السمنة بتاعت الرز. هنحط بقى الشعرية، ايوه حطينا الشعرية وبنقلبها اهوت. نخليها كده لونها حمرا كده كويس، عشان ما تخليهاش الشعرية بيضة، عشان بتحطي الرز بتفتح اكتر
فانتي خليها حمار حلو كده بس. وبعد كده انا بسقط عليها الرز، هتشوفوا برضو معايا. دول فصين توم انا بقشرهم. انا بجيب عادي توم من السوق، بجيبه عادي توم متفصص، وساعات بجيبه اللي هو التوم بقشره ده عادي، بقشره على طول وبدقه في الهون عادي برضو. بس فانت حسب اللي انت بتعمليه عادي، اللي بيريحك اعمليه. بس انا بحب اجيبه اكتر اللي هو التوم اللي متقشر، بيبقى سهل جدا صراحة وجميل. بتحطيه في البرطمان وتحطيه في التلاجة، وبتاخدي منه على حسب في الهون وتدقي على حسب الطبخة اللي انت هتعمليها. تمام يا حبايب قلبي. بس احنا كده عملنا الشعرية اهوت، بنقلبها وسقطنا الفراخ بنسلقها، وعملت البصلة للبسلة. بحط الملح للشعرية. انت لما بتحطي الملح على الشعرية بيسرع من تحميرها وبيديها لون موحد ولون جميل. جربي كده، رشي رشة ملح على الشعرية. تمام يا حبايب قلبي. بس انا نرجع بقى لموضوع التفريزات تاني. انا بحب قوي موضوع التفريزات ده في ايه؟ في الطماطم بالذات. الطماطم لما تجيبيلك شروة طماطم كده كويسة، او كل ما تنزلي تجيبيلك 2-3 كيلو 4 كيلو. انا بصراحة بحب اجيب كمية كده وبحب اسلقها. انا هعمل لكم فيديو ان شاء الله لتفريز الطماطم قريب. بتطلع بصوا صلصة تحفة تحفة تحفة، صلصة مركزة وجميلة جدا جدا جدا، هتعجبكم. انا هعمل منها دلوقتي البسلة. انا عاملة كنت برطمانين كبار تقريبا، اللي هو اخر حبة في البرطمان الاولاني انا هعمل بيهم البسلة قدام حضراتكم بعد شوية، والتاني لسه ما فتحتهوش. تمام يا حبايب قلبي. دلوقتي انا بحط الشوربة بقى للملوخية الناشفة. انا بجيب ملوخية ناشفة عادي وبمسكها في المصفى، بغربلها كده في المصفى، بطلع منها الترابة والقشة، وبعد كده بحطها في برطمان مثلا او في كيس وبشيلها. بتقعد معايا بصراحة، بتبقى سهلة، وقت ما بتحبي بتلاقيها. دلوقتي انا بسقط بقى البسلة. بحط البسلة هيت في الصلصة. حطيت كيس، حسيت ان هو قليل فهحط كيس تاني قدامكم دلوقتي. دي الملوخية الناشفة هنحطها، بس الشوربة تغلي. فتحت النار اهو على الشوربة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليها افضل الصلاة والسلام. انا دلوقتي قلبت الرز وحطيت له الشوربة وغطيته. الرز يا دوبك بتخلي الشوربة تغطيه بعقلة شوية بس بسيطة عشان يطلع مفلفل وحلو. بس حطيت دلوقتي الملوخية الناشفة على الشوربة. ودي يا حبايب قلبي التومة اللي انا دقيتها قدام حضراتكم. انا فصصت التوم ودقيته في الهون، وحطيته دلوقتي في حتتين سمنة، معلقتين سمنة، وهطش الطشة دلوقتي تحمر، وبعدين هحط منها على الملوخية وعلى البسلة. يا رب يا حبايبي اكون فايداكم لحد دلوقتي. بس فانتي الطماطم اعمليها وفرزيها خالص، بتسهل عليكي. تعملي شوية مكرونة، تعملي شوية بسلة، اي خضار عندك هتعمليه. ممكن تعملي بقى حبة تعمليهم بالخضرة والبصل، تقليدة المحشي، وتفرزيها برضو لوحدها. حتى لو انتي مثلا ما عملتيش خلطة المحشي كلها على بعضها، انتي عادي بتسهل عليكي الصلصة. ما بتبقى موجودة بصلتين على طول بتخرطيهم وبتروحي تحط عليهم الصلصة، والخضرة بتبقى معها. ممكن بتبقى انتي برضو مفرزوها او عادي في وقتها بتعمليها. انا دلوقتي طشيت الطشة خلاص على الملوخية وعلى البسلة. حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليها افضل السلام. انا دلوقتي حطيت طاسة كبيرة، رحت شلتها واحط الطاسة اللي انا كنت عاملة فيها الطشة. بتدي للفراخ طعم جميل جدا. اهي قدام حضراتكم انا بحمر الفراخ. بحب قوي احمر الفراخ في الزيت، وبيكون ممكن معلقة سمنة لو انت عايزة. بتبقى تحفة، بتحمر كده في الزيت، بتبقى مقرمشة وبتبقى جميلة. اهي حبايب قلبي، رمضان كريم يا رب يا رب، رمضان كريم، ويجي علينا كلنا وعلى الأمة الإسلامية كلها بالخير واليمن والبركات. اللهم أمين يا رب. حبايبي، دي ملك بنتي حبيبتي،
ملك بتساعدني واقفة ورا الكاميرا معايا، هي ايديها كانت باينة دلوقتي. ملوكة دي حبيبة قلبي. ربنا يبارك في ولادكم يا رب وولادنا جميعا، اللهم امين، ويحفظهم ويكرمهم يا رب، ويحقق لكل واحد كل حاجة حلوة بيتمناها يا رب، اللهم امين. بس حبايبي بكمل تحمير الفراخ. بس حبايب قلبي ان شاء الله ان شاء الله الفيديوهات الجاية كلها هتبقى فيديوهات جميلة وهتعجبكم. هنعمل مع بعض مثلا هنفرز بسلة مع بعض، هنفرز الطماطم زي ما قلت لكم، ممكن اجيب كرنبايه كبيره كده وافرزها معاكم، بيبقى برضو بيسهل قوي 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 الكرنب برضو في رمضان. بس انا بعمل بالاسبوع، يعني بجيب مثلا الفراخ او اللحوم بتاعتي بالاسبوع، بنزل السوقيه مره في الاسبوع وبجيب كل حاجه بحتاجها طول الاسبوع، من لحوم من خضار، بتسهل الدنيا عليا وبكميات اللي انا بيتي بيحتاجها في اليوم، مش بجيب كتير، مش اوفر يعني. دلوقتي انا غرفت الرز يا حبايب قلبي، غرفت عشان الغدا ان شاء الله. اتفضلوا معانا، الف هنا وشفا يا رب. دي الملوخية بغرفها. بس حبايب قلبي انا بجيب مثلا فرختين، بجيب لحمة، بجيب مثلا سجق، بجيب اي حاجة، اجنحة ولادي بيحبوها زي الكنتاكي كده، بعملها برضو بطريقة حلوة قوي. بس وبجيب بانيه. بس طول الاسبوع الواحد بينوع على حسب طلبات بيته وعلى حسب ميزانيته وعلى حسب اللي هو عايزه. ده الاكل حبايب قلبي، اتفضلوا معانا، الف هنا وشفا يا رب. اللي هياكل ربنا يوسع عليكم وعلينا جميعا يا رب، اللهم امين يا رب. يجعلها ايام مباركة يا رب علينا وعلى الامة الاسلامية وعلى الشعب المصري كله بخير.